لو هنيجي نأوديت ويب سايت من اي، يعني من مشروع، كأي مشروع احنا شغالين عليه، لقينا في مشكلة مثلا في اي حاجة، اول حاجة هنعملها ان احنا هنروح ندور في جوجل ديفلوبرز او جوجل سيرش سنترال، ونشوف هل جوجل عاملة دوكيومنتيشن لحاجة زي كده ولا لا. وبناء عليها هنبدأ بعدها ان احنا نجهز، خلينا نقول بريف بناء على المشكلة، ونوصلها للتكنيكال تيم. فانا مثلا لقيت ان انا عندي في الويب سايت مفيش بريد كرامز، رحت للديفلوبر، اتكلمت معاه، قلت له والله احنا محتاجين البريد كرامز دي علشان واحد اتنين تلاتة. هجيب له بعدها الدوكيومنتيشن دي، وهبدأ ان انا افهمه هي ليه مهمة، والاكزامبلز بتاعتها، وازاي هو ممكن يستخدم الكود بتاع الستراكشر داتا في ان هو يحول ده للشكل اللي احنا شفناه في موقع زي موقع نون. تمام محمد، تمام. ممكن توضح حاجة بس جوه جوجل ديفلوبر إن هو متوفر باللغة العربية؟ لو غيرت اللغة يا جماعة متوفر للناس اللي فعلا. الإنجليزي بتاعهم ضعيف، الشرح كامل بتاع جوجل في الاس يو ده مهم جدا. هي تحت يا محمد لو عملت سكرول، هي لا اطلع فوق شوية يعني. هي هي موجودة بعدد من اللغات. موجودة بعدد لغات كبيرة. جوجل عاملة ميزة جميلة إن هي مترجمة كل الدوكيومنتيشنز بتاعت الاس يو بكل اللغات، أو مش بكل اللغات، بأغلب اللغات اللي هم مقدمينها بيها بالكامل. ده شرح للناس اللي الإنجليزي مثلا عندهم مش أقوى حاجة، تقدر تعمل ده. هو دي اسمها شريط التنقل، او اللي هي زي ما محمد قال اللي هي النافيجيشن. هو مهم جدا في الانترنال لينكينج، وزي ما محمد وضح فعلا فعلا مفيد في لليوزر اكسبيرينس اصلا. علشان تعرف تطلب من الديفلوبر ينفذه، انزل هتلاقي سكرول داون يا محمد، هتلاقي حتى الاكواد، هتلاقي التفاصيل. جوجل مقدمه امثله شرح بالعربي. حتى الكود اهو مديلك مثال الكود ازاي بيتعمل. لو انت شغال وورد بريس، في بلجنز بتعمل دوت. لان باي ذا واي وورد بريس ما بتعملش ده باي ديفولت، لازم بلجن او حاجه تضيفها ليها علشان تعملها. وموجود بالعربي، يعني ما تشيلش هم. والجوجل والدوكيومنتيشن بتاع جوجل في الاس اي او بالعربي ده ممتاز جدا، يعني ما تهملوش ده يا جماعه، ده فعلا من اكتر الحاجات اللي لازم ترجعوا لها. يعني انا مش عايز اقول يوميا، بس انا فعليا برجع لها كل، يعني في الاسبوع 3 4 مرات.